في السنوات الاخرى وامام ارتفاع اسطول النقل بتونس وقدام الطلب الكبير على السيارات وزاد لتسهيل الحركه الاقتصاديه، ولا من اللازم ومن الضروري الاسراع بانجاز طرقات جديده لحل العديد من المشاكل، منها الاختناق المروري وتسيير حركه المرور اما داخل تونس العاصمه وخاصه في اتجاه الداخل، سورتو انه حركه السير داخل البلاد تجد ذروه كبيره في اتجاه الوسط والجنوب اللي يمثلوا نقطه قوه في التجاره والاقتصاد التونسي. الحدث اللي يميز بداية الأسبوع بالتحديد نهار 14 جوان هو افتتاح طريق سيارات تونس سيدي بوزيد قفصة من طرف لوزير لول، وهو رابع طريق سيارة في تونس يعتبر إنجاز، سورتو أنه باش يسهل بنسبة كبيرة من الحركة الاقتصادية للبلاد وللتجارة الداخلية وحركة البضائع والمنتوجات، ويربحنا برشا وقت وزاد برشا إنرجي كانت تضيع بسبب الضيق والتعطيل اللي موجود في الطرقات الوطنية، واللي نجم يخل نوعا ما من التزامات بعض رؤساء الأعمال والتجار سواء مع حرفائهم في تونس وزاد في الخارج. وزاد طريق السيارة تعتبر إنجاز هام كيف نعرفوا اللي في القصرين ولا تعدنا منطقة تبادل الحر، ويمكن هذه النقطة الأهم. الانجاز هذا ما يمسش كان قطاع التجاره والاقتصاد، لكن زاد يهم قطاع النقل البري في تونس، خاصة امام كثرة الجولان في اتجاه مناطق الجنوب والوسط وحركة المسافرين، وهذا كان ملموس عند اللي يشتغلوا في القطاع ونحكيو هوني خاصة على سواق اللواجات. اخويا تو لودوروت تبارك الله، لودوروت موجود، الوقت من قبل كنا لسيدي بوزيد مثلا تعمل 3 سوايع نعملوا ساعتين و4 ساعتين ونص، معناتها نص ساعة ربح للمواطن وربح للسائق وقلة عبد، قفصة كيف معناتها السيارة تمشي وتجي، معناتها ولت تو قفصة وسيدي بوزيد كاينها هابطين الحمامات، معناتها الطريق ما عادش تحس به، لودوروت موجود ما عادش تحس به كومبليتمون، الكهرباء تمشي لاباس ما عادش توكل، اقل اقتصاد اقل استهلاك في الوقود، اقل استهلاك في قطاع غيار الكهرباء، والراكب مرتاح والسائق سيارة الأجرة مرتاح، والاقتصاد الدولة ينتعش بالمواصلات، معناتها ما عادش تولي ثم جنوب ووسط، يولي من الجنوب موجود في تونس وفي تونس موجود غاديك. هذه برشا افونتاج، معناها هذا من الحوائج الاساسيه في الطريق، معناها اقل موفمون، اقل حوادث الطرقات، اقل معناها يسهل معناها يربط ما بين المدن ومعناها يسهل المأمورية بتاعنا، خاصة احنا تو في اللواج، يساهم في الدورة الاقتصادية نتاع البلاد ويساهم معناها في كل شيء، معناها بكل سرعة، معناها ما ثماش ثم فرق كبير ياسر ما بين طريق السيارة وما بين الطريق العادية. بعض الأرقام على طريق السيارة هذه هو يمتد على طول 420 كيلومتر، يبدأ من تونس العاصمة في اتجاه قفصة مرورا بسليانة القصرين سيدي بوزيد. الأشغال امتدت حوالي عامين ونهزت كلفة الأشغال 1290 مليون دينار تونسي، والحاجة المهمة اللي 100% من اليد العاملة هي تونسية. في الاخر نقولوا صحيح انه كان سوق نقولوا ان شاء الله نوصلوا لاباس، لكن زاد محلاه كيف نوصلوا فيه صح وما يزمر عليك حد.